السلام عليكم دفعة 2025. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع فيديو جديد في سلسلة لازم تعرف. النهاردة فيديو مهم جدا عن النيرف سيل، هنعرف الكومبوننتس بتاعة النيرف سيل والستيتس بتاعة النيرف سيل وإزاي كانت بتكون الساينابس اللي خدناها في تانية سنة. تعالوا كده مبدئيا نفتكر النيرف سيل كانت بتتكون من ايه. زي ما انت شايف النيرف سيل بشكلها المميز عندها دايما سيل بودي، وده طبعا بيحتوي على النيوكليوس وسيتوبلازم وفي طبعا الاورجانيلز. نقطة مهمة جدا ما تنساهاش في النيرف سيل ان ما عندهاش سنتروسوم، وبالتالي النيرف سيل كانت ديفايد، ما بتقدرش تتقسم. كمان النيرف سيل بيبقى عندها مجموعه من البروسيسز، فعندها الدندرايتس اللي بتعمل ريسيف للنيرف امبلس، وعندها كمان لونج سيتوبلازم اكستنشن اسمه الاكزون. في نهايه الاكزون كان في تفرعات مهمه جدا بالنسبه لنا، ودي كانت اسمها التيرمينالز اربورايزيشنز. التيرمينالز اربورايزيشن دي دايما كانت بتشتبك مع نيرف سيل ثانيه او ماسكولار سيل ثانيه او جلاند سيل، وبتعمل حاجه اسمها ساينابس اللي هو كان اسمه التشابك العصبي، سواء كان تشابك عصبي مع خليه عصبيه ثانيه، نيرف سيل ثانيه، او ماسكولار سيل او جلاند. قبل ما اقول لك الساينابس ستراكشر، تعال نفتكر بس مع بعض الستيتس اوف نيرف سيل. والنيرف سيل في الريست في حاله الراحه لما يكون ما فيش اي مؤثر عليها بتكون في حاله اسمها بولاريزيشن. طيب تعال نفتكر ليه سميناها بولاريزيشن، لان الاوتر ممبرين بتاعها كان بيبقى عنده accumulation تراكم للبوزيتيف تشارجز، ودي تحديدا كانت الصوديوم، والانر ممبرين بتاعها كان عنده نيجاتيف تشارجز، وده كان بيخلق بوتنشال ديفرنس كان تقريبا حوالي نيجاتيف 70 ملي فولت. بمجرد ما يوصل سترونج انف ستيمولس مؤثر قوي بشكل كافي كان الحاله بتتغير خالص. الصوديوم تشانلز كانت بتوبن، والصوديوم اللي كان بره بيبدا يندفع لجوه ويحصل له انفلكس، وساعتها هيحصل ريفيرس لحاله البولاريزيشن اللي بنسميها دي بولاريزيشن. الصوديوم بقى جوه، اذا الانر ممبرين هيكون بوزيتيف والاوتر ممبرين هيكون نيجاتيف، وفي الوقت ده في حاله الدي بولاريزيشن بيكون البوتنشال ديفرنس بوزيتيف 40 ملي فولت، وكده النيرف سيل بقت ستيميوليتد، يعني حاسه بالمؤثر اللي اثر عليها. النيرف امبلس بيحصل لها ترانسفير من النيرف سيل، فالنيرف سيل محتاجه ترجع تاني. طب كانت بترجع ازاي؟ كان عندنا حاله اسمها ريبولاريزيشن، وحاله الريبولاريزيشن دي كانت بتخلي الاوتر يرجع مره ثانيه البوزيتيف والانر هيرجع مره ثانيه النيجاتيف، علشان تبقى النيرف سيل جاهزه انها تريسيف نيرف امبلس جديده. طب النيرف امبلس اللي اتنقلت من النيرف سيل دي راحت فين؟ ده اللي هنفتكره مع بعض دلوقتي من خلال الساينابس. بس خليني اقول لك الاول هو الساينابس كان بيتكون من ايه. زي ما انت شايف قدامك الساينابس كان ليه جزئين مهمين جدا. في جزء اسمه بري ساينابتيك اريا، وده اللي بيجي من ناحيته النيرف امبلس، والجزء اللي قدامه الناحيه الثانيه اسمه بوست ساينابتيك اريا. المسافه اللي في النص ما بينهم كانت اسمها ساينابتيك كليفت، ودي كانت بيبقى فيها الكالسيوم ايونز طول ما احنا في حاله الريست. بالنسبه للبري ساينابتيك اريا كانت بتحتوي على حاجه اسمها ساينابتيك فيزيكلز، والساينابتيك فيزيكلز دي عباره عن ساكس تحتوي على نيورو ترانسميترز، نواقل عصبيه اسمها اسيتايل كولين. الناحيه الثانيه بقى ما تنساش على البوست ساينابتيك ممبرين كان في ريسبتورز خاصه بالاسيتايل كولين ده، وطبعا طول ما النيرف امبلس ما وصلش فكان الصوديوم لسه بره. تعالى بقى نقول لما النيرف امبلس توصل ايه اللي هيحصل. كالسيوم ايونز هيبدا يندفع جوه البري ساينابتيك اريا، وساعتها هيصطدم بالساينابتيك فيزيكلز ويتسبب في الخروج بتاع الاسيتايل كولين اللي هيعدي من الساينابتيك كليفت ويبدا يوصل للريسبتورز بتاعته على البوست ساينابتيك ممبرين. وهنا كل حاجه هتتغير لان الصوديوم تشانلز اوبن والصوديوم هيبدا يدخل جوه، وبالتالي كده انا نقلت النيرف امبلس. وما تنساش ان احنا لو عايزين نتخلص من تاثير الاسيتايل كولين كان عندنا الكولين ستريز انزيم اللي كان بيكسر الاسيتايل كولين علشان ينهي تاثيره خالص وترجع النيرف سيل او الماسكولار سيل الى حاله الريست مره ثانيه. دي كانت تذكره سريعه كده لحاجات كانت بتلخبطنا شويه في ثانيه ومحتاجينها كتير جدا في ثالثه، فكان لازم افكرك بيها. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستنانا بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.